هو طبيعي جوزك يحكي اسراره لواحده غيرك ويقولك عادي؟ بصوا، انا جات لي مسج من متابعه عندي على البيج، وعايزه اقول لكم ان هي بصراحه الرساله ديت حيرتني جدا ومش عارفه افكر فيها لوحدي، فقلت ايه ان انا هحكي لكم كده مع روتين بسيط، وايه وانتوا برضو تقولوا رايكم للبنوته ديت يا جماعه في التعليقات، يعني نفكر معاها كده ونشاركها الرأي. بتقولي انا متجوزه بقالي 3 سنين وجوزي بيحبني جدا جدا وبيخاف عليا، وبصراحه عمره ما زعلني، بس هي المشكله مش فيه، المشكله ان انا اتفاجئت بحاجه صدفه كده من فتره قريبه. من فتره كنت بستخدم اللاب بتاعه، وبالصدفه لقيت كده قدامي ايميل ما بينه وما بين واحده، الكلام كان كله عادي جدا، ما فيهوش خيانه ولا اي حاجه، هو كان الكلام عادي، مثلا يقول لها انا جيت من الشغل، انا رايح الشغل، انا اكلت كذا النهارده، انا النهارده اتخانقت مع الشخص الفلاني، انا مراتي كويسه جدا جدا وطيبه وبتشكر فيا جدا، كان بيشكر يعني فيا جدا، وبتقولي بصي يعني كان بيتكلم عادي خالص، وهي كمان بتفضفض معاه وبتسمعه، وكان الاكتر ان هي كمان بتسمعه اكتر كمان ما هي بتحكي عن نفسها. بتقولي بصي هو ما كانش الموضوع خيانه بالمعنى الحرفي اللي احنا عارفينه، وطبعا انا هنا سمعت يا جماعه الجمله هنا كرحاب، سمعت الجمله دي اتنقطت اساسا، اللي هو كل ده حبيبتي مش خيانه، ماشي كملي. المهم بتحكي معايا حبيبتي بحسن نيه، وبتقولي والله يا رحاب يعني انا عيني دمعت اصلا وانا بقرا ان هو بيحبني بس مش عارف يتكلم معايا. بتقولي ازاي الحب بجد متجوزني وبقاله 3 سنين اهو بس مش بيعرف يتكلم معايا. طبعا فضلت تراجع نفسها وتشوف ايه اللي هي مش عارفه تقدمه له كزوجه او كصديقه، فاهمني. المهم بعد ما فضلت ساكته فتره، راحت مواجهاه وقالت له على اللي هي شافته وعلى اللي هي يعني قريته في الكلام وكده، فاستغرب ان هي شافت الكلام ده. قال لها بصراحه انا برتاح معاها جدا في الكلام عنك، وهي بصراحه بتسمعني وبتديني حلول لو عندي مشكله، لكن انا بحبك، يعني انت كزوجتي في نفس الوقت انا بحبك، بس بصراحه انت مش بتسمعيني ودايما صداني ودايما بتعامليني اكنك راجل. قال لها كلام كتير يعني بصراحه في المسج اللي هي بعتها لي، بس انا مش عارفه اقوله. بتقولي انا مش عارفه، بقيت مش عارفه اعيط عشان خاطر وازعل عشان خاطر واحده مجرد بس بيحكي معاها، ولا اكبر دماغي اصلا، ولا انت كده بتخوني. بتقولي بصراحه انا مش عارفه دي كده اسمها خيانه ولا دي اسمها صداقه وانا في البيت مراته بس. يعني هي اصلا يعني انا كرحابه يا جماعه شايفه ان دي خيانه بصراحه، انتوا شايفين ايه؟ دي طبعا خيانه بحته يعني ما فيهاش اي فصال. مش عارفه يعني ايه ابقى متجوزه وجوزي ما بيحكيش معايا او مش عارف يحكي معايا، طب ما انا اصلح من نفسي كمراته، يعني انا طبيعي خلاص انا عرفت الموقف ده او النزوة دي، او مش عارفة دي بجد هتبقى تحت مسمى ايه او تحت بند ايه بصراحة يا جماعة، بس طالما عرفت ان انا عندي غلط جسيم قوي كده، لا انا المفروض ان انا هصلح الغلط ده. ولا انتوا ايه رأيكم برضو؟ يعني فكروا معايا. انا بصراحة يا جماعة سألتها طب انت معاكي اطفال مثلا تتشغلي معاهم، او عشان خاطر ما تفضليش تفكري في اللي حصل دوت بس في نفس الوقت تصلحي من نفسك؟ قالت لي بصراحة انا لسه ربنا ما كرمنيش بخلفة يعني. قالت لي هو المشكلة عندي أنا في الخلفة مشكلة بسيطة جدا، والمفروض الدكاترة أو الدكتور بتاعها مديها علاج، بس هي مش بترضى تاخده لا تلعب في الهرمونات يعني، فاهمين؟ فهي برضو بتبقى خايفة، هي عندها نقطة الخوف ديت بس. فقلت لها بصراحة برضو أنصحك إن انتي لا تتابعي مع الدكتور وتحسني من نفسك، ما يمكن برضو النقطة دي مضايقاه. قعدت أتكلم معاها بصراحة كتير أكنها أختي يعني، بصراحة ما حد من البيج عندي بيبعت لي مشكله او حاجه بصراحه بجد خلاص بقت بنت خالتي فجاه كده والله. فالمهم قعدت اتكلم معاها ان انت لا حسني بقى من نفسك، لا روحي للدكتور وخدي العلاج اللي هيقولك عليه. انا كمان عرفت المشكله اللي عندها مثلا في الخلفه مشكله بسيطه جدا جدا جدا، بس في نفس الوقت لما ما بتتعالجش بتطول في مده ان هي فعلا ما يحصلش حمل على طول، فاهميني؟ فربنا يا رب يرزقها ويرزق كل مشتاق ان شاء الله بالذريه الصالحه. قعدت بقى اتكلم معاها واقول لها لا انت لازم كده تصلحي من نفسك، لازم تسامحيه، ولازم تبيني له برضو ان انت زعلانه، برضو مش معنى كده ان انا مش زعلانه، لا انا زعلانه، بس انت المفروض يعني تيجي يعني ايه، مش عارفه افهمها لكم ازاي.